السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشرح درس جديد في الجي كويري، والدرس ده هنتكلم فيه عن السي اس اس باي جي كويري. ازاي ادي تنسيق لعنصر او ادي ستايل لعنصر عن طريق الجي كويري. يعني ازاي ادي خصائص سي اس اس عن طريق الجي كويري. ايه ده؟ هو ده ينفع؟ ايوه ينفع طبعا. يعني مثلا انا لو عندي ده ديف اهوت، والديف ده هكتب فيه اي تكست، وهاجي اشوف الديف ده. هاجي هنا كده افتح ملف ال HTML، صفحة ال HTML ديف عادي خالص. عايز اديله تنسيقات، مش هديله تنسيقات عن طريق الستايل، لا عن طريق الجي كويري. بيتم الموضوع ده ازاي؟ قال لي اولا كده عايزين نعرف السنتكس. اول حاجة بحدد السلكتور. بعد ما بحدد السلكتور بقول له دوت سي اس اس. بعد ما بقول له دوت سي اس اس جوه هنا بقول له هنا دبل كوتيشن، وبضيف هنا البروب نيم اسم الخاصيه وهنا الفاليو. وبكده اقدر ادي ستايل معين لاي عنصر انا عايزه. هاجي للديف ده هديله وليكن كلاس وهسميه اي اسم ستايل مثلا. انا دلوقتي سميت الديف ده ستايل. هاجي جوه جي كويري اجي اعمل سيلكت للعنصر ده، فهقول له والله الديف اللي واخد كلاس ستايل دوت سي اس اس. ابدا بقى اطبق القاعده بتاعت اللي فوق. هنا بكتب اسم الخاصيه وكوما والفاليو بتاعت الخاصيه دي. يعني انا مثلا هاجي هنا هقول له color، وعايز الكلر يكون ريد، يبقى اسم الخاصيه عندي ايه؟ اسم الخاصيه عندي color والفاليو بتاعتها ريد. يبقى المفروض الديف ده الكلر الخاص بالكلام اللي جواه او بالنص اللي جواه يكون باللون الاحمر. تعال نضغط هنا على ريفريش، وبالفعل خد الستايل. تاني احنا دلوقتي عملنا ايه؟ حددنا السلكتور بتاعي، ده السلكتور او ده العنصر اللي انا عايز اثر فيه او اديله ستايل. العنصر ده اسمه ديف، او التاج نيم ديف، اسم التاجه ديف، وواخد كلاس اسمه ستايل. عشان كده قلت له ديف دوت ستايل. طب هقول له هنا دوت سي اس اس عشان ابدا انسقه او اديله تنسيقات. هاجي هنا هقول له بياخد قيمتين كي وفاليو، او بروب نيم وفاليو، يعني اسم البروبرتي والفاليو. هنا اديته قلت له خلي لي الكلر ريد، فقلت له هنا الكلر وقلت له هنا ريد. قلت له هنا الكلر وقلت له هنا ايه؟ ريد. طب لو انا جيت هنا وقلت له بلو، هقول له مثلا بلو، هلاقيها برضه خدت الفاليو بلو ولون النص بقى باللون الازرق. طيب لحد دلوقتي جميل. طب لو انا عايز اديله باك جراوند كولر هقول له هنا باك جراوند كولر. تعالوا كده نشوف. انا عايز الباك جراوند كولر هي اللي تكون بلو. اعمل ريفريش هلاقيه ما خدش الباك جراوند كولر. الكلمه احنا كاتبينها فيه خطأ. تعالوا نعمل ريفريش تاني هلاقي بالفعل خد الباك جراوند كولر. طبعا هتسألني سؤال منطقي جدا، طب انا هنا اديت خاصية واحدة بس، طب لو انا حابب اجيب او اضيف اكتر من خاصية، لو انا حابب اضيف اكتر من خاصية اعمل الموضوع ده ازاي؟ قال لي خد بالك هنا هيبقى السنتكس هيختلف معايا شوية. هقول له هنا السلكتور دوت سي اس اس، والاضافه هنا هيكون عن طريق الاوبجكت. طبعا احنا اخدنا الاوبجكت في الجافا سكريبت بيكون عن طريق كي ونقطتين كده، وبعدين اقول له هنا ايه؟ الفاليو.
كيو فاليو كوما كيو فاليو تاني كوما كيو فاليو تاني، براحتي زي ما انا عايز اضيف. بضيف كل الخصائص هنا، وليكن ممكن اقول له مكان الكي هنا مثلا الكلر بريد، مكان الكي التاني اقول له الباك جراوند كلر وليكن ببلو، ممكن اقول له هنا الفونت سايز 20 بكسل وهكذا. طبعا هناخد مثال عليه حالا. يعني مثلا نفس العنصر اهو، تعال نمسح الكلام ده كله خالص. هقف هنا هقول له دوت سي اس اس، نفس الديف، عايز بقى اديله مجموعه من الخصائص، عايز انسقه اديله مجموعه من التنسيقات. طبعا مش هستخدم دي لان دي بستخدمها لو انا حابب اضيف يعني خاصيه واحده بس. طب انا حابب اضيف اكتر من خاصيه او خاصيه واحده حتى، فاضيف هنا اقول له هنا الاوبجكت اهو، واجي هنا جواه ابدا بقى اضيف الكي والفاليو. هنا بيبقى فيه كي واقوم قايل له ايه فاليو. طب تعالى كده مثلا وليكن اقول له هنا الكلر، وليكن الكلر باللون الوايت، واقول له كوما، واجي هنا اقول له الباك جراوند كلر. هتلاحظ هنا بيكمل لي في اوتو كومبليت، لو لاحظت هتلاقي هنا مديني الباك جراوند كلر يعني بشكل مختلف شويه. اول كلمه اللي هي الباك جراوند مديها لي سمول عادي، والكلر اول حرف فيها يعني كابيتال. واحنا كده يعني انا جوه السي اس اس بستخدمها كده، يعني ما ينفعش استخدم ده كده، يعني ده العادي. يعني العادي في السي اس اس كنت بكتب اسم الخاصيه كده باك جراوند كلر وليكن اللون البلو مثلا، ده كان العادي بتاعي. لا ما ينفعش، اشيل الداش ديت واخليها باك جراوند ايه، باك جراوند كلر، خليها باك جراوند ايه كلر بالشكل ده كده. قال لي برضو خد بالك، يعني كلمه وايت دي ما دام نص، ما دام هي نص لازم تكون بالدبل كوتيشن كده، واضيف البلو برضو بالدبل كوتيشن. وتعالوا نشوف، خد بالك دي كده هي الجزء ده. طب اثبت لك، يعني تعال اثبت لك اهو، اهو زي ما انت شايف اهوت، ادي هي كده يعتبر اهوت اوبجكت، ده يعتبر اهو اوبجكت متقسم، ده الكي، ده الفاليو، بعد كده الكوما اللي بتفصل لي بين الكي اللي بعده والفاليو اللي بعده، وهكذا. حابب تضيف خصائص تاني بتضيف زي ما انت عايز. تعالى بقى نرجع، بنخلي كل واحد في سطر كده افضل، يعني بحيث ان انت لو حابب تضيف اي خاصيه تانية تضيفه تحتها وهكذا. تعال نشوف نعمل ريفريش، هلاقي هنا بالفعل خد اللون الابيض واخد الباك جراوند كولر بلو. طب نيجي ندي بعض خصائص تانية، هاجي هنا مثلا وليكن اقول له الفونت سايز، وليكن هقول له الفونت سايز ب 100 بكسل، بلاش 100 بكسل، ما ينفعش 100 بكسل اصلا. خلينا نقول هنا ايه، 100 بكسل هيبقى كتير جدا، هيبقى فظيع. اقول له هنا كده 100 بكسل، 20 بكسل، اعمل ريفريش، الاقي ان الفونت سايز زاد معايا. طب تعالى كده نديله ويتس، خد بالك برضو الفونت سايز مش بنكتبها كده، مش بنكتب الفونت سايز كده، لا ادي الفونت سايز اول كلمه عادي، الكلمه التانية اول حرف فيها بيكون كابيتال. طيب عايز اضيف حاجه تاني، هقول له ايه، هقول له وليكن الويتس، وليكن الويتس ب 300 بكسل. هاجي اقول له حاجه تاني وليكن الهايت ب 50 بكسل. يبقى انا قلت له الويتس ب 300 بكسل والهايت ب 50 بكسل. تعالى نعمل ريفريش، تعال نشوف المشكلة فيه. احنا هنا قلنا الفونت سايز ب 20 بكسل، الويتس ب 300 بكسل، والهايت ب 50 بكسل. طيب تعال نفتح شاشة الكونسول نشوف هل في خطأ ولا ايه. مفيش خطأ. تعالى هنا، طب
تعالى كده نزود الفونت سايز نخليه ب30. الفونت سايز بالفعل اشتغل معايا. طيب ليه لما انا قلت له ويتس ما اشتغلش معايا؟ هاجي هنا اقول له الويتس وليكن هقول له الويتس مثلا ب 300 بكسل. تعالوا كده نشوف. اعمل ريفريش، الويتس اشتغل معايا اهوت ب 300 بكسل. تمام. هقول له كوما واجي هنا اقول له هايت ب 50 بكسل، وبالفعل هلاقيه اخد هايت ب 50 بكسل. تعالى بينا كده نزود الهايت نخليه 300. الهايت زاد ب 300، يبقى الويتس ب 300 والهايت ب 300. تعالى نديله خاصية تانية، تكست align واقوم قايل له سنتر. اعمل ريفريش وبالفعل اخد تكست align سنتر. تعالى كده اقوم قايل له ايه برضو بادنج، وليكن هنا هقول له بادنج 10 بكسل. تعالى نعمل ريفريش وبالفعل اخد معايا بادنج 10 بكسل. يبقى ده الشكل النهائي بتاعي. كل البروبرتي دي ضفتها عن طريق الجي كويري. كل الخصائص ديت قدرت اضيفها عن طريق الجي كويري. طيب لحد هنا كويس. يبقى انا كل البروبرتي ديت قدرت اضيفها عن طريق الجي كويري. يبقى نقول تاني، انت معاك حاجتين اتنين، تقدر تشتغل بالسنتكس ده، تقدر تشتغل بالسنتكس ده، بس عايزك تركز اكتر على السنتكس التاني ده اللي هو رقم 2. تعال نقول ان ده رقم كده 1، وتعالى نقول ده السنتكس رقم 2، والاتنين يعني متقاربين شويه. بتقول اسم السلكتور او بتحدد اي عنصر انت عايزه وتقول له سي اس اس وتحدد له اسم الخاصيه، وبعد كده قيمه الخاصيه دي هتبقى ايه. طب انا حابب اضيف بقى اكتر من حاجه او مجموعه من الخصائص، خلاص يبقى انا كده هضيفها بطريقه الاوبجكت. الاوبجكت ده يعني ايه؟ يعني عندي مجموعه من الخصائص، الخاصيه الاولى وبعد كده بقول له كوما، والخاصيه الثانيه وبعد كده بقول له كوما، والخاصيه الثالثه، وهكذا. حابب بقى اضيف تاني، ارجع بقى هنا اقول له كوما، وارجع هنا اقول له كي، وارجع اضيف جواه فاليو، وهكذا وهكذا وهكذا. الموضوع سهل جدا الموضوع سهل جدا وبسيط. طيب لحد دلوقتي ممتاز. طب انا حابب دلوقتي ان الاضافه دي تكون عن طريق ايفنت. يعني ايه؟ يعني عايز اقول له اضيف هنا بوتوم. انا عايز اعمل هنا بوتوم، اجي هنا اقول له في عندي بوتوم، وهقول له هنا اد ستايل. انا كده عندي بوتوم اسمه اد ستايل. عايز لما اضغط على البوتوم ده العنصر ده ياخد تنسيقات. تعالى كده هاجي هنا اقول له ايه بقى، هقول له هنا كلاس بيساوي بي تي ان. يبقى انا اديت للبوتوم ده كلاس وسميته بي تي ان. هاجي هنا قلت له هنا دولار ساين، وهاجي اقول له بالنسبه للكلاس اللي اسمه بي تي ان دوت كليك، بالنسبه للكلاس اللي اسمه بي تي ان دوت كليك انا هعمل ايه؟ ايفنت. يلا خد بالك بقى، هنراجع على درس الايفنت اهو. هقول له البي تي ان يعني البوتوم اللي اسمه بي تي ان ده لما يحصل كليك نفذ لي فانكشن، والفانكشن اللي هتتنفذ هنعمل ايه؟ الفانكشن اللي هتنفذ هي هيبقى فيها الكلام ده كده، يبقى ده اللي هيتنفذ معايا جواه. الموضوع بسيط. تاني، يبقى انا كده حددت السلكتور بتاع البوتوم، وقلت له لما اعمل كليك على البوتوم ولما اضغط على البوتوم ده نفذ لي فانكشن معينه. طب ايه اللي جوه الفانكشن ده؟ الجزء اللي هيتنفذ جوه الفانكشن اهو. الجزء ده عباره عن ايه؟ ببساطه خالص الجزء ده حددت فيه الديف وقلت له ضيف لي شويه التنسيقات دي جوه الديف. لو انا رحت دلوقتي
اعمل سيفنج هنا برضو في ال HTML، واروح دلوقتي اعمل ريفريش. هلاقي ده العنصر اهوت او الديف، وده البوتون. اول لما اضغط على البوتون اداني الستايل. تعالى اول تاني لما اضغط على البوتون اداني الستايل. اضغط اخر مره على البوتون اداني برضو الستايل. طيب لحد دلوقتي جميل جدا. يبقى ده كان ببساطه خالص شرح السي اس اس، ازاي استخدم او اضيف خصائص السي اس اس عن طريق الجي كويري. وراجعنا برضو معاه على الايفنت ودمجنا بين الدرسين دول، الدرس ده ودرس الايفنت اللي هو الكليك.